تمام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هنتكلم مع بعض في حاجات او مهارات لازم ان انت تكون عارفها. لازم ان انت تكون عندك وعي بيها، ولازم بشكل كبير. هي مش كلام بيتقال. المهم احنا جايين النهارده نتكلم مع بعض في شوية نصايح، شوية مهارات، شوية حاجات لازم ان انت تكون عارفها كويس وانت داخل. مش شرط مجال الجي اي اس. هو المفروض ان دي سكيلز عموما بتدرس از ان هي سوفت سكيلز او البيزنس سكيلز او تحت اي مسمى. بس عموما اي جوب او اي كارير لازم بيكون فيه الجزء ده. الجزء ده طبعا يعني بشكل كبير ممكن يكون مهمل. والصراع او الخناقه اللي بتحصل بتكون موجوده في الناحيه التكنيكال قوي شويه. وفي ناس كتيره بتهمل الجانب اللي فيه الجزء الخاص بالسوفت سكيلز. وعشان كده كان لازم ان احنا كنا نعمل محاضره بالعنوان ده، عشان الناس تعرف بشكل واضح وبشكل حقيقي فعلا ازاي الناس تقدر ان هي آه، تواكب سوق العمل، تبقى فاهمة اصلا فين سوق العمل من الناس اللي ممكن بتتوهها او بتشتتها والكلام ده. وكمان تعرف ازاي ان هي يعني تحصل على وظيفة. ودي برضو هنقولها. وهحكي لكم برضو عن آم، الحاجات اللي انا مريت بيها كنصايح، ك... كشوية حاجات تاخد بالك منها. الحاجات دي كلها هتكون برضو موجودة بإذن الله في محاضرة النهاردة، واللي اتشرفت ان انتم بتحضروها دلوقتي معايا. المحاضرة كانت باسم بسيط كده، اللي هو How to market your name till GIS companies find you. بمعنى أصح العنوان ده قصدي أقول لك بيه إيه؟ قصدي أقول لك إن أنت عايزك تسوق لنفسك زي ما أنت كأنك منتج، أو أنت معاك مهارات بتسوقها وبتبيعها لسوق العمل. لدرجة إن أنت هتوصل لمرحلة إن الشركات هي اللي هتدور عليك، مش أنت اللي هتدور عليها. وهفهمك المعنى الحرفي فعلا للجملة اللي أنا كاتبها دي. وإن هي مش مجرد جملة تشد انتباهك، لا هي فعلا هتبقى يعني حاجة حقيقية، وهتشوفها بعينك في المحاضرة برضو. وبنسبة كبيرة هي زي ما قلت لك المحاضرة عبارة عن نصايح وشوية تلميحات أو شوية حاجات أنا مريت بيها عن نفسي، وبقول لك ان فعلا الحاجات دي موجوده، مش مجرد كلام. لان دايما السوفت سكيلز بيتصدر ان هو مجرد كلام ملهوش اي تطبيق نظري، لكن احنا هنشوف الكلام ده بالفعل مع مجالنا، المجال نظم المعلومات الجغرافيه. يا ريت لو حد بس فاتح المايك يقفله من عنده. بعتذر بس ليكم. النهارده هنتكلم مع بعض في 4 مواضيع. الموضوع الأول إزاي إن أنا يعني أبراند لنفسي كشخص بيشتغل في مجال نظم المعلومات الجغرافية. وهقول لك على المهارات اللي لازم إن هي تكون عندك از إن هي سوفت سكيلز. وكمان إيه السوشيال ميديا شانلز او الاماكن او المواقع اللي ممكن تخش منها، او الابليكيشن زي ما انت تحب، او زي ما انت شايف هي بالنسبة لك ايه. بس هي السوشيال ميديا تشانلز يعني زي فيسبوك، زي لينكد ان، زي يوتيوب، زي تويتر. المنصات دي اسمها السوشيال ميديا تشانلز. ايه هي بقى السوشيال ميديا تشانلز اللي تفيدني؟ ودي هتفيدني في ايه؟ ودي هتفيدني في ايه؟ هلاقي هنا ايه وممكن ما الاقيش هناك ايه؟ دي التوك الاولى. في الجزئيه الثانيه هنتكلم مع بعض عن ذا باور اوف لينكدين. وعايز اقول لك
ان هقول لك عن تجربة شخصية بجد ليا انا، ان انا اتوظف واشتغل في شركة في مجال جي اس من خلال لينكد ان. كمان هنتكلم عن السي في، ان انت تعمل سي في يعني زي صورتك الشخصية. فانت مش فاهم الجملة دي، هفهمها لك اكتر لما نوصل ليها. وهندخل على رابع جزء واخر جزء، هنتكلم معاه شوية برضو نصايح في الانترفيو، وازاي ان انا اعدي الانترفيو كده وانا معلم، حاطط رجل على رجل ومطمن والدنيا تمام. لو هتكلم معاك في اول جزئية، زي ما قلت لكم انا حابب ان التوك دي تكون عبارة عن دردشة وشوية نصائح تتقال من خلال ان التوك دي انا بتكلم فيها من فترة كبيرة، من خلال يمكن ان كنت اشتغلت فترة برضو ترينر في صناع الحياة وجمعية رسالة، وكترينر لو انا بدرس حاجات عن العمل الجماعي وإدارة الوقت والحاجات دي. في فترة كنت بتعلم فيها ان انا اكون محاضر، فكنت بحاول ان انا انمي الموضوع ده عندي، بعيدا عن ان انا كنت ابقى محاضر عموما كمجال الجي اس. فلازم تدرس ان انت تبقى محاضر عموما يعني. ودي مهارة، لان انت عشان تدرس ان انت تكون محاضر بتدرس بادي لانجويج، تدرس مثلا ازاي ان انا اعمل برزنتيشن، اقسم وقتي في البرزنتيشن، ازاي ان انا اعمل فعلا برزنتيشن شكلها جذاب وشكلها يكون لطيف يعني، تكون البرزنتيشن قوية بتعبر عن المحتوى. مهارات من هذا القبيل. منين اقدر اجيب المهارات؟ طيب يعني احنا مش هنقعد نقول برضو المهارات كده و... وايه هي المهارات؟ طيب احنا هنقعد نتكلم كتير؟ لا، عايزين الحاجة المهمة. فهنوصل من هنا ان من اهم المهارات اللي انا لازم اتعلمها، او بعيدا عن المهارات خليني اقول لك ان انت مهارة زي العمل الجماعي ما ينفعش ان انا اديك فيها كورس عن العمل الجماعي واقعد اكلمك عنها، الا لو انت عايز تفهم كويس ان انا عايز اخد اكسبيرينس في المهارة دي، من خلال ان انا لو انا طالب في الجامعة اشوف نشاط طلابي اشترك فيه، ما لقيتش نشاط طلابي اشترك فيه، احاول ان انا اعمل كوميونتي بيني وبين اصحابي. ومن هنا دي الفكرة اللي كانت برضو جت في دماغي، ان لما كنت في اولى كليه كنت حابب ان انا يعني اشير نوليدج يعني مع الناس اللي من سني وجايز الاكبر مني يهتموا بالموضوع. اضطريت وقتها ان انا اتعلم حاجات كتير جدا ممكن تكون بنسبه 80% ناس كتيرة كانت شايفة إن ملهاش علاقة أصلا بالمجال، يعني زي إن أنا درست تي أو تي دورة تدريب مدربين، وانا في تانية كلية درست ايه تاني ممكن يكون دبلومة في السوشيال ميديا كانت من يوداسيتي. فممكن حاجات الناس تشوفها ملهاش علاقة بالجي اس خالص يعني، ملهاش علاقة فعلا بجد. فانت بتتكلم ان انت الحاجات دي ممكن من غير ما تاخد بالك هتلاقي ان فيها ضمنها انت بتاخد مهارات. المهارات دي هتفيدك في المجال فيما بعد وفي شغلك. فانت ما تفوتش ابدا اي فرصة ان انت تتطوع في اي نشاط طلابي او اي حاجة هيكون فيها عمل جماعي، لانك هتشوف ممكن ضغط الشغل او ضغط اي حاجة وانت في فريق، هتشوف تصرفات كل شخص حواليك، هتلاقي فيهم اللي بيتعصب بسرعة، هتلاقي فيهم اللي ممكن على طول بيهزر وبيفك الدنيا، هتلاقي كمية أنواع من الناس. فالمهارة دي مهمة جدا، لأن أنت في الشركات هتشتغل ضمن فريق كبير بيشمله فرق أكتر، وبتلاقي نفسك جزء ضمن ممكن 100 شخص. فأنت دورك مهم، والتيم اللي بقى اللي جنبك دوره مهم، كل واحد دوره مهم. وكل واحد ليه شخصية. فكل المهارات دي لما بتعرفها بتسهل عليك حياتك المهنية، وبتسهل عليك ان انت تبقى فاهم
الكونسبت بتاع العمل الجماعي، وبتبقى فاهم حقوقك حتى في الشركات. لو حد قصر هتعمل ايه، او الجزئيات دي. ودي برضو هتخليني ارجع لحتة ان انت برضو لازم تبقى عارف. آم، ممكن تعدي على الاتش ار سكيلز برضو يعني. هتشوف كده برضو الاتش ار ايه هي الشركات مثلا، ايه هي مثلا القواعد اللي بيمشوا عليها او الرولز اللي ماشيه عليها الشركات، عشان ابقى برضو لما اجي اقدم في شركه ابقى عارف حقوقي والحاجات اللي انا المفروض ان انا اعملها. ما اكونش مش عارف الحدث اللي انا فيه. فمن هنا احنا بنتكلم عن برضو مهارات مفيده جدا ليك. مهارات هتفيدك فعلا بجد في شغلك، في حياتك عموما، سواء اشتغلت في الكارير بتاع الجي اس او اشتغلت في اي مجال عموما في حياتك. فالمهارات دي هي اساسي اساسي لازم تكون معاك. مهارة العمل الجماعي، مهارة ان انت تعرف تعلم نفسك بنفسك زي ما قلتها المرة اللي فاتت. مهارة كمان زي مهارة ان انت آم، موضوع تحمل الضغط ده. هي الفكرة مش قد ما ان انت تكتبها في سي في وبس، هي فكرة ان انت تبقى فاهم اولوياتك، فاهم حقوقك، فاهم واجباتك كويس. تبقى فاهم ازاي ان انت تتعامل مع الموقف. مهارة زي مثلا التفاوض، واللي دايما بنقول ان هي بتنفع مع التفاوض مع الاتش ار في السالري والحاجات دي. وكمان برضو بتفيدك لو انت تبع الشركة وبتشتغل ورحت للعملاء، وعايز ان انت محدش يتحكم في الميعاد اللي هو عايز فيه التسليم. انت برضو تقدر ان انت تديله الوقت اللي هتقدر تسلم فيه. ففي مهارات يمكن من شكلها او الشكل النظري، او من خلال بعض الناس اللي يسموا آم، مدربين التنمية البشرية، خلطوا بعض المصطلحات اللي في علم زي العلم ده، وجابوا من هنا على من هنا لحد ما المعلومات تداخلت، واصبح ان انا اطور من بعض المهارات الشخصية ليا. في منها تسويق وشغل، يعني نصب من الآخر، وجزء تاني اللي هو العلم اللي موجود اللي ممكن تلاقيه في كتاب زي العادات السبع الأكثر فاعلية مثلا لستيفن أركوفي. وكتب تانية كتير ممكن تفيدك في الحتة بتاعة المهارات، بحيث إن أنا أعرف إزاي أنظم حياتي كويس عموما. آم، أقدر إن أنا أتعلم حاجات جديدة، أقدر إن أنا أبص للحياة بنظرة تانية. ودي هنا نصيحة ان انا بقول لك حاول تقرب للمجال ده، حاول ان انت تفهم ايه المهارات اللي مطلوبة منك. وبرشح لك كتاب زي ستيفن اركوفي، هيفيدك جدا بالنولج اللي موجودة فيه. تهندل معاك شوية سكيلز حلوة، ومع شوية تطبيقات نظر يعني فعلا عملية هتفيدك. يعني مثلا هيتكلم معاك عن إدارة الوقت، عامل مصفوفة للوقت، وعامل ازاي ان انا اهندل الاولويات اللي عندي، وازاي ان انا انظم وقتي فعلا واعمل بلان كويسه. بس انت اسعى، اقرا، افهم، شوف ازاي تفهم نفسك كويس واولوياتك ايه، وهتقدر ان انت تكون باذن الله حاجه كويسه جدا. بعتذر لو انا صوتي فيه مشكله، انا بس عندي برد. كنت عايز اجل المحاضره بس ما حبيتش كده بصراحه. آم، عندنا السوشيال ميديا شانلز، عندنا قناتين انا هرشحهم لك بس. فيسبوك، والشانل التانية هتكون لينكد ان. لحظة. آم، رجعت لكم معلش. قلنا عندنا تو شانلز عايزين ان احنا نهتم بيهم اكتر من اي حاجة في مجالنا، وهقول لك دي هتفيدك ازاي ودي هتفيدك ازاي. آم، خلينا في الاول في فيسبوك. فيسبوك منصة لذيذة، منصة جميلة، بس فيها يعني توهان.
توهان من ناحية ايه طيب؟ عايز افهم. فيسبوك للأسف يعني ممكن بشكل كبير بتعدي الدنيا. مفيش شركة هي اللي ممكن تنزل إعلان، ممكن تلاقي أي حد منزل إعلان والناس بتصدق والناس بتمشي. ومن هنا حصل برضو موقف. كان في شركة نصبت على ناس كتير من خلال فيسبوك في مشروع، دون ذكر اسمه يعني. ووقتها يعني كان الحدث ده معروف، والناس في المجال اتكلمت عنه لو حد متابع يعني. ف فيسبوك مش حاجة يعني مصدر موثوق لأغلب النصائح أو أغلب الكلام اللي بيتقال اللي أنت ممكن تحتاجه. ولكن أنا شايف إن جاي اس هو أكتر مكان تقدر إن أنت تلاقي فيه كل اللي مهتمين بالمجال بتاعك. من خلال فيسبوك أنا بدأت عموما في المجال. كانت دي قناتي او صفحتي على فيسبوك. اتعلمت ماركتينج، ديجيتال ماركتينج، اتعلمت ازاي ان انا اعمل محتوى، اتعلمت ازاي ان انا اعمل ديزاين. كل التصميمات اللي في الصفحة عموما، الصور اللي موجودة دي كلها او الاعلانات او ايا كان او مين اللي بيتابع مع اي حد في حجز مواضيع كلها، سواء كشغل انستراكتور او ديزاينر او اوبريشن او ماركتينج. كل الحاجات دي جت من خلال كورسز على منصة زي كورسيرا. في منصة كمان بتعمل كورسز بالعربي اسمها إدراك، جميلة جدا بجد، وفيها شوية كورسات سوفت سكيلز عظيمة. بجد كورسات يعني عظيمة. أنا يعني جت فترة كنت حرفيا بطبق على الكورسز اللي على المنصة دي، وكان بيقولوا لي نام، وكنت قاعد على طول على اللابتوب وماسك النوت بتاعتي جنبي وقاعد على الموقع ده. فاسحل نفسك مع المواقع دي وهتفيدك. هتفيدك جدا يعني بإذن الله. لو هنتكلم برضو عن ال... الفيسبوك ازاي ان هو هيفيدني، فادني من ناحيه ان انا قدرت ان انا ممكن تسوق لنفسك من خلال بيج. ان انت تعمل بيج مثلا تنزل فيها الحاجات اللي انت بتعملها، تنزل فيها شغلك، تنزل فيها المصادر اللي انت بتتعلم منها بشكل ألطف. كتب مثلا تفيد الناس. دي كانت الفكرة، وأظن ألطف فكرة إن أنت تعرف بيها غيرك، إن أنت تساعد غيرك. و... ومن كتر ما أنت بتساعد هتلاقي غيرك بيعرفك، يعني هتتعرف في المجال بشكل كبير من خلال منصة زي فيسبوك. بس لازم للأمانة المهنية إن أنت برضو تبقى عارف أنت بتقول إيه وبتشاير إيه أو بتتكلم عن إيه كويس. في زي آه، مجموعة بلوجز أو مواقع ممكن إن أنت هتلاقي فيها مقالات تترجمها. الموضوع يحتاج مجهود، هيحتاج مذاكرة، هيحتاج تعب منك، فمش هيتاخد بالساهل. بس لازم إن أنت تتعب عشان توصل لأن أنت تحط اسمك في المجال على مثلا منصة زي فيسبوك، وتشارك في الجروبات اللي باسم الفيسبوك. وده الحل الأنسب من ناحية إن أنا أتعامل إزاي مع منصة الفيسبوك. ودي البيج بتاعتي أكيد أنتوا عارفينها. لو هنخش في الجزء تمام. لينكد إن هي منصة من أقوى المنصات اللي تقدر من خلالها تحصل على وظيفة. منصة لينكد إن نقدر نقول إن أنت لو استخدمتها بجد آه، بديل لفيسبوك، هتستفيد جدا. هتستفيد بجد جدا. هي بص أنا أعرفك بيها بشكل سريع. هنا قايلين مثلا آخر بوست مثلا التفاعل اللي جه عليه عامل إزاي. هنا زي ما أنت شايف من أهم الحاجات برضو إن أنت تحط صورة شخصية.
تعبر عنك وتعبر عن البروفايل بتاعك، كأنك بتعمل سي في بالظبط، او بورتفوليو او ايا كان. بس سميها ان انت دي الصورة بتاعتك، او انت عايز توري الشركات اللي في العالم كله مين فلان. بس كده. بتكتب الاسم بتاعك والتايتل. ممكن تكتب حاجات مثلا ان انت، لو انت مثلا ما بتشتغلش، تكتب ان انت طالب نظم معلومات جغرافية، او تكتب ان انت متدرب نظم معلومات جغرافية، مفيش اي مشكلة. فهتلاقي التايتل يعني حاجة مهمة برضو، عشان ان هو تقدر ان انت منه تكاتش الناس اللي في نفس المجال بتاعك، او في نفس التايتل بتاعك، او لما الاتش ار بيعمل سيرش يلاقيك. دي الاكتيفيتيز والفيتشر ده الاباوت مثلا. يفضل ان انت تكتب عنك. انا رغاي شويه في الحته دي، مش عارف ليه كتبت كتير قوي. فانت يعني حاول ان انت بقول لك بشكل بسيط، حاول ان انت تطلع كل اللي عندك في الصفحه بتاعتك في لينكد ان، زي السي في بتاعك بالظبط. يعني زي ما انت شايف ان انا كتبت تقريبا اللي انا يعني قصتي البسيطه في الجي اي اس من 2017 لحد وقتنا هذا. يعني التكنيكال سكيلز والسوفت سكيلز، وفي اديشنال سكيلز تحت برضو. الاكسبيرينس بتكتب انت برضو شغال ايه وفين ومنين والكلام ده. تقدر ان انت تكتب برضو. يفضل يعني لو انت اشتغلت في بروجكت، او نزلت تدريب، او اي مكان انت آه، هتضيفه في الخانة دي. يفضل ان انت تكتب ايه المهام اللي انت بتعملها او اللي بتقدمها زي ما انت شايف. كمان برضو في نفس النقط دي زي ما انت شايف اهو بنكتب الخبرات اللي عندك، سواء ان انت ضربت في مكان على فكرة او اشتغلت، مش مشكلة. ممكن هنا نكتب التعليم، نكتب بعدها السيرتيفيكيتس اند لايسنس. هنا تدخل مثلا العنوان بتاع الكورس، وبتدخل البيانات بتاعته، وتحط اللينك بتاع الشهادة، بحيث انه لما يدوس تطلع له الشهادة على طول. دي بعد الكورسز طبعا اللي اتعلمتها في اخر فترة يعني. اخر كورس كان في يناير 23. بقى لي 3 شهور ما نزلتش، ما خدتش كورس. رقم صعب. الحاجات اللي انت اتطوعت فيها دي برضو انا بشجعك ليها. يعني زي ما انتم شايفين انا اتطوعت في كمية حاجات لذيذة يعني. كنت في تنظيم مؤتمر، كنت مش عارف ديليجيت في فريق الجودة في الجامعة عندنا. وهكذا هتلاقي في الحاجات اللي انت اتطوعت فيها وتضيفها برضو. انا بحاول اعرفك برضو الموضوع بشكل بسيط. انت يعني هتكتب ايه في كل حاجة، المهارات اللي انت عارفها، وتربطها بالاماكن اللي انت اتطوعت فيها واشتغلت فيها، البروجكت، التيست سكور. دي حاجة كده انت ممكن لو خدت مثلا الانجليش اخر مرة كان 2017، كان حاجة لطيفة قوي يعني. فبس كده تمام. ده لينكد ان ازاي. كان في حد قال سؤال صح في الشات. انا عايز اعرف ايه الشركات الجي اس الموجودة في مصر، وهل انا كطالبة لسه ممكن اشتغل من دلوقتي. لو انت طالبة لسه تشتغلي يعني، لسه ممكن اشتغل من دلوقتي. تمام. لو عايز تعرف الشركات، انا ممكن اكتب مثلا هنا جي اس جوبز مثلا اهو. هيدور لي على اي حاجه ليها علاقه بالمجال عندي. قول لي جيو تيم ليدر مثلا. جيب لي اي حاجه ليها علاقه باللي انا كتبته ده. نبدا نشوف مثلا ايه المهارات دي، هل مناسبه مثلا ليا ولا لا. لحد ما بيظهر لي في مرحله من المراحل، مثلا من خلال ال- الجوبز اللي موجوده دي. بحاول اطلع لكم مثلا حاجه هنا مثلا
من كواليتي ستاندر. الشركة في مجالنا اهي، منزلة ان هي طالبة سينيور بيزنس اناليست بس. فيعني انا لو دورت هلاقي مش الموضوع مش هيبقى صعب يعني بالنسبة لأي حد. دي أول حاجة. وطبعا أقدر أدور هنا على أكتر من وظيفة. ولو لقينا مثلا مفيش حاجة بتقول لي جاي سبيشالست، طب ما أنا ممكن أكتب هنا جاي اس سبيشالست. هيبدأ برضو يحاول إن هو يجيب لي حاجة مقاربة. وممكن إن أنا من فوق برضو أكون مجهز الإعدادات أكتر. طب لو يفترض إن مثلا مفيش شغل جي اي اس خالص الفترة دي، ففي الحالة دي بنلجأ إن إحنا نشوف الهوم عندنا. بمجرد إن أنا هسيرش في الهوم بنسبة كبيرة، نسبة كبيرة. أنا حرفيا يعني كنت يوميا بلاقي آم، شغل أو وظائف خاصة بالمجال عندي. خلينا في لينكد إن شوية نشوف موضوع الجوبز. زي ما قلت لك أنت ممكن تسيرش من السيرش هنا عن جايز جوبز مثلا. تقدر ان انت تشوف مثلا من جوبز هنا. هتلاقي برضو هو هيريكومند ليك اكتر برضو الحاجات اللي انت عملت سيرش عليها. برضو خلال السكيلز بتاعتك هو هيرشح لك بعض الوظائف. ممكن كمان نروح على انهي جزئية. ممكن نروح عند البروفايل مثلا بتاعك من خلال المحتوى اللي انت بتنزله على لينكد ان. ممكن تمام، ممكن اتدرب في شركة وفي نفس الوقت اقدر اشتغل فيها، ولو في يبقى ازاي ايه. ماشي اوكي، هرد على السؤال ده. خلينا في لينكد ان دلوقتي. انا هنا لو عايز ان انا ممكن الاقي الناس اللي بتتابعني، الناس المختصة بمجالي. هلاقي في لينكد ان ايه تاني ممكن الاقي فيها الناس اللي شافت البروفايل بتاعك اهو. people شافت البروفايل، الناس اللي بتشوف البروفايل بتاعك اعرف هم شغالين ايه وفي شركة ايه. وهكذا اي حد برضو انا دخلت البروفايل بتاعه هيبقى برضو بيشوف أم، الموضوع ده. وكمان اقدر ان انا اعرف الشركات اللي شافت البروفايل بتاعي. مش بس يعني بنتكلم على مجرد اشخاص، لا ده شركات كمان. هنا بيقول لي شوية يعني احصائيات عن البروفايل عندي. هيقول لي البروفايل عندك شافه كم شخص، كام شخص شاف البوستز، كام شخص بيتابعك، معدل الزيادة اللي عندك. فبيعرفك هنا بشوية حاجات لطيفة زي كده. وفي برضو نسخة ممكن بفلوس من لينكد ان. فكل اللي اقدر اقوله لك عن لينكد ان هو ان انت كأنك بتعمل السي في بتاعك بالظبط. انت بتضيف فيه كل حاجة تعرفها عن نفسك، كل المهارات اللي انت بجد عارفها. كل حاجة تقدر ان انت تعملها او تعرف تعملها من خلال ده. حاول ان انت تدور على الناس اللي بتشتغل بنفس التايتل بتاعك. في كمان اوبشن ان انت تعمل سي في. وممكن ان انت تسيف البيانات بتاعتك في صورة بي دي اف. فلينكد ان لو حد عنده سؤال فيه انا معاكم دلوقتي. يعني انا شايف الموضوع بسيط جدا. مجرد ان انت بس هتنتورك هتعمل يعني بروفايل كويس. لو عندك سؤال في لينكد ان انا معاك دلوقتي عشان اخش على جزئية تانية، نقطة السي في.
ماشي، أرد على سؤال أستاذة أسماء. ممكن أتدرب في شركة وفي نفس الوقت أقدر أشتغل فيها، ولو في يبقى زي إيه؟ في شركة زي مثلا شركة ايجي برو. أنا اتدربت في شركة ايجي برو في سنة 2018، وبعدها كان حصل إن أنا أخدت كورسز كمان. لكن كشغل أنا اشتغلت في شركة تانية بصراحة. فما يعني ما أعرفش. الاوبشن ده اكيد موجود، يعني اكيد في شركات ممكن تتدرب فيها وتشتغل بعدها. بس انا كان ممكن العقبه عندي ان انا كنت لسه في الجيش، انا كنت طالب في ثالثه جامعه. فالاوبشن ده ممكن يكون موجود حاليا. يعني حاليا ممكن يكون في شركات بتعمل كده، وفعلا في شركات بتعمل كده يعني كتير في المجال. بس الفكره انك آه، تعمل بروفايل كويس، يبقى عندك سكيلز كويسه. اه، طب اعرف منين صح السكيلز اللي عندي دي؟ آه انتوا فكرتوني بسؤال او بحاجه فعلا انا لازم اتكلم عنها. وهي الجزئيه الخاصه بالجوب ديسكريبشن. حد هيسالني يقول لي مثلا انا عايز دلوقتي اعرف الوظيفه دي ازاي اشتغلها، او ازاي ان انا اقدم ليها، او ازاي ان انا في يوم من الايام ابقى فاهم هي عايزه ايه، او المفروض هعمل ايه. لو لاحظت من فترة احنا بننزل على البيج عندي وظائف، تدريب، أي فرص عمل ممكن تكون موجودة، بنعلن عنها على الصفحة الخاصة بيا. طيب عندنا وظيفة مثلا للجي اس سبيشالست في السعودية، من شركة هي مكتوب ان اي او ام. نشوف معلومات عن الوظيفة، هيقول لي كل حاجة عنها. هيقول لي اهدافها، او هم طالبين مثلا الوظيفه دي ليه. هم بصراحه يعني ناس محترمه وموضحين كل حاجه جزئيه جزئيه. ايه هي الانشطه او الحاجات اللي هيقدمها المفروض، الباك جراوند والسكيلز والشهادات. زي ما انت شايف، ده الحاجه اللي انا كنت بعملها لما انا كنت طالب وحابب ان انا هندل الحته دي، ان انا ممكن مش في سوق العمل، بس انا عايز اعرف سوق العمل حتى يعني بيتطلب ايه. فكنت لازم ان انا اشوف الجزئيه دي. الشركه انا ما اعرفهاش اهو، ممكن اعرف هي تفكيرها ووجهه نظرها للجاز شايفاه ازاي. طالبه ان الجاز سبيشالست يكون عارف ايه وايه المهارات اللي عنده كويس عشان يشتغل معانا. وانا طالب ممكن ان انا اشوف المهارات دي، اكتبها بالورقه والقلم، اقول ان المهارات دي فعلا لازم احطها في حسباني، اسيرش عنها في كورسيرا، في ادراك، في اي منصة ممكن فيها كورسز فور فري، وابدا ان انا اشتغل على نفسي عليها. ده اللي انا حابب اقوله لك، وده حاجة عن تجربة شخصية فعلا بجد. الجوب ديسكريبشن والوظائف اللي بتنزل على النت، حتى لو مطلوب حد خبرة 10 سنين اقراها، 20 سنة اقراها، 30 سنة اقراها، مفيش أي مشكلة. اقرا حتى لو بالإنجلش، مفيش مشكلة، ترجم وتعلم واعرف ايه السكيلز دي، ايه الحاجات اللي مكتوبة دي كلها. أكيد أنا كمان برضو هلاقي حاجات ممكن أول مرة أعرف عنها. نظرا طبعا للجي اس مش مجرد حاجة واحدة، لا هو عموما عبارة عن ان كذا بروجكت، كذا شخص ممكن يستخدمه. اعتبره فكره، اعتبر الجي اس فكره، وكل حد شايف الفكره دي بصوره حابب يوصل بيها الجي اس، ويقدم منها حاجه تفيد الكوميونتي او البلد اللي هو موجود فيها. زي ما احنا شايفين في 2023 يعني. آه، الحاجات التكنيكال ممكن ان انا اقول لك على الجزء اللي انا قلته لك ده دلوقتي. لغات البرمجه
شركه برضو ايجي برو كنت منزله عندي ان هي نزلت طالبه فول ستاك ديفلوبر تقريبا، او فرونت اند مش فاكر. تقدر انت تخش تشوف الجوب ديسكريبشن، مطلوب ان هو يكون عارف ايه، وتحضر نفسك ليها من دلوقتي. وبرضه في نفس الوقت هتضيف ناس في نفس المجال او في نفس التايتل الفرونت اند، وتتابع معاه مثلا يا هندسه لو سمحت انا اتعلمت كذا واتعلمت كذا وعايز ان انا اكمل كذا، طب اعمل ايه، اروح منين. حاول تقرب من الحد اللي انت هتلاقي التايتل بتاعك فيه. يعني انت لقيت مثلا تايتل حبيته، حاول تقرب من حد تفهم منه التايتل ده كويس ويساعدك في الجزئية دي. او ان انت حتى تشوف ايه مش لازم ان انا اكلمه برايفت، ممكن يكون منزل كورسز، ممكن يكون منزل محتوى، ممكن يكون في لينكد ان كاتب السكيلز اللي عنده، فممكن ان انا اشوف هو بيشتغل في ايه واسال وادور، انا مش لازم اعطله. فاهمني؟ ده بالنسبه لسؤال البرمجه والجزئيات التكنيكال. أم تمام. فيه بس لو في ضغط شغل. مش عارف السؤال ده كان عن طريق ايه طيب. نشوف الحوار ده. بالظبط السي في بيكون نفس الصوره بتاعت لينكد ان. انا اللي انا عايز اقوله لك عن السي في، والجهاز ده للاسف مش جهازي الشخصي، بس هحاول اشوف لك سي في عليه. بالظبط. الموقع ده جميل جدا طبعا، زي ما باشمهندس قال. هلاقي مواقع كتير، بس خليني عادي انا اتكلم معاك بشكل بسيط جدا. ناخد مثلا اي سي في موجود هنا، عشان ما نبقاش اكيد دي يعني ناس ممكن تكون مش حقيقية، وجايز يكونوا حقيقيين يعني. طب ممكن اقول ايه؟ طب ما انا ممكن اقول جاهز، يمكن يكون في جاهز انجينير. هيدخلني على صفحة ولا هيوديني فين؟ اوكي. هو بياخد وقت مش عارف ليه في التحميل، بس مش تمام. مثلا انا اهو عملت سيرش وانا معاكو عن سي في. كتبت جي اس فري تمبلت سي في. يعني انا بحاول ان انا ايه افكر افكار سريعه، اللي هو يلا نعمل كذا، طب يلا الموضوع مش هياخد وقت. هو حرفيا هو مش هياخد وقت. ده مثلا نموذج لسي في بيكون شكله زي ما انت شايف كده. الاسم بتاعك بالبونت العريض حرفيا، بولد، واحنا قلناها بونت فبقت بالبونت العريض. جي اس انجينير، التايتل بتاعك بتكتبه تحت. والتايتل ده يفضل انه يتكتب، او السي في عموما يتكتب على حسب الشركه اللي أنا بقدم فيها. يعني مثلا انا لسه متخرج، فبعمل سي في، ممكن ما اكتبش تايتل فيه. ما اظنش. اقول لك ليه. دلوقتي انا عايز اقدم بالسي في ده مثلا لشغل ماركتنج، سوشيال ميديا ماركتنج. هل هينفع اقدم بنفس السي في اللي قدامي ده حاليا؟ سي في مكتوب ان انا جي اي اس انجينير، وهروح اقدمه لشركه بتشتغل في التسويق، ومثلا طالبه حد يشتغل معاها كسوشيال ميديا في السوشيال ميديا از سبيشالست. فانت بتتكلم كده ان انت بتهزر معاهم بجد، يعني دي حاجه ليك. وما ينفعش برضه في نفس الوقت ان انا اكتب في السي في حاجات ملهاش اي علاقه بالمجال. هتلاقي مثلا هو هنا كاتب لك الاكسبيرينس بتاعته جيس سبيشالست، اشتغل جيوماتكس انجينير. ما ينفعش وانا بقدم مثلا سي في لشركه جي اس اكتب ان انا اشتغلت مثلا في سوبر ماركت، او اشتغلت في محل هدوم، او اكتب اشتغلت حاجه ملهاش اي علاقه بالتايتل اللي انا بشتغله. دي بوينت مهمه. انا ممكن اكتب ان انا اشتغلت في محل هدوم مثلا في السيلز، ده لو انا هشتغل
جي اس از ان انا بري سيلز، او ان انا بزنس ديفلوبمنت هشتغل في الكارير ده. فهنا انا ممكن احتاج الشغلانات التانية اللي ملهاش اي علاقة بالمجال، بس ليها علاقة بالسكيلز اللي هتفيدني في الشغل ده. فبيكتب بعدها هنا سامري او الملخص. زي ما انت شايف هو قايل ان هو عنده خبرة قد ايه مثلا في المجال، وان هو شخص بيعرف يظبط وقته كويس، وان هو عنده مهارات ابتكارية وبيقدر يحل المشاكل، ويقدر ان هو يشتغل في اكتر من حاجة في نفس الوقت. فربنا معاه ويكرمه. يعني اكيد زمانه مات مهموم. المهم، دي جاست شوية سكيلز عنده حاططها في الجنب اهو. بالمنظر ده ممكن تكتبها كده، ممكن تحط صورة السوفت وير مثلا، بدل ما تكتب ارك جي اس اون لاين تحط صورة مثلا. ادور على ايكون مثلا، لايك مثلا اوتوكاد. اروح كاتب ايه؟ اوتو كاد لوجو بين مثلا، واخد ايكون زي دي واعدل مثلا في شكل السي في على حسب انا حابب السي في بتاعي هيظهر شكله عامل ازاي. وهتبقى لطيفة يعني الفكرة دي جدا بصراحة. وهكذا هو بيكتب برضو اللانجوج بتاعته، بيكتب الكورسز اللي حصل عليها، اسم الكورس بالكامل، وبيكتبه سنة كام وخد الكورس ده فين. وكاتب اهو ازري الكورس ده اونلاين. عشان بس اوضح لكم، الكورس بتاع دو ات يور سيلف جيو ابس ده كورس لازري نازل على ازري موكس. والكورس ده كان حاجة اونلاين. فانت فاهمني؟ مش مش لازم الكونسبت بتاع ان انا هاخد كورس يبقى لازم سيرتيفيكيت، ولازم ختم من وزارة التضامن الاجتماعي والحاجات اللي بنسبة كبيرة لو حد قالها لك، لو حد قال لك ان انا هديك شهادة معتمدة آم، بختم من جامعة كذا وهتفيدك ان انت تسافر ووزارة الخارجية والكلام ده، ما اي كلام. انا شايف الاعتماد بيكون من منصه محترمه، لايك مثلا كورسيرا، ازري، يادمي. دي منصات معروفه، بتختبر المحتوى اللي بيكون عليها، بناء عليه بتديك سيرتيفيكيت، ليها لايسنس يعني ليها رقم، بتقدر ان انت الشركات تتشيك من عليه. لكن وزاره الخارجيه والحاجات دي ما اعرفش حد ماشي بيها دلوقتي ولا لا، بس ممكن حد محتاجها في سفريات. لو هيشتغل حاجه كنظام قديم يعني، ما اظنش في شركات بتدور على الحاجه دي دلوقتي قد ما هي بتدور على حد هيقدر ان هو يشيل الشغل، هيقدر ان هو يخلص ال- الشغل المطلوب منه، وعنده المهارات اللي تناسب الوظيفه دي. كلام فتح معانا كتير في موضوع السي في. السي في تكتب فيه برضو في الايميل بتاعك، رقمك، اللوكيشن اللي انت عايش فيه او اللي انت موجود فيه. تكتب تحط الاكونت بتاع لينكد ان ده اساسي، اساسي اهم من اي حاجه تانية في السي في بنسبه كبيره. لان زي ما بقول لك الاتش ار بيدور على اي حاجه، يعني بمجرد ما انت كتبت اسمك في السي في هو هيخش على لينكد ان، هيدور على الشخص ده، يشوف الشخص ده موجود في المجال اصلا بجد. هل الشخص اللي باعت لي السي في ده موجود، ولا منعزل عن الدنيا، ولا هو فين. ايه تاني، ايه تاني؟ اكد لك برضو ان هو هنا كاتب في الاكسبيرينس المسمى الوظيفي، كاتب بعدها اسم الشركة، اشتغل من امتى لحد امتى، الوظائف او التاسكس او المهام اللي هو بيقدمها او اللي بيعرف يعملها. وهنا انا ممكن برضو اكد عليك تاني حاجة غير الجوب ديسكريبشن، ان ممكن نسيرش زي ما انا عملت سيرش دلوقتي كده، اكتب على جي اي اس سي في سيمبل، هلاقي حاجات زي كده، هلاقي المهارات، هلاقي هفهم الدنيا، هفهم ايه المهارات عنده. سكيلز اهو في الارك جيسون لاين عنده
بيفهم في اركت جاز ديسكتوب برو، شويه برامج سيكوال. السيكوال مهم جدا جدا اصلا حاليا، مش حاليا يعني، هو بسبب الانتجريشن اللي موجود دلوقتي ما بين الجي اس والبيج داتا والاي او تي والارتفيشال انتليجنت والماشين ليرنينج وكل الحاجات اللي احنا التقنيات اللي بنسمع عنها دي. فالموضوع بقى محتاج ان انت يكون عندك سكيلز كتيره. بس برضو انصحك ما تشتتش نفسك. افهم الاول انت حابب تشتغل في انهي تايتل، واتكلمنا المره اللي فاتت عن شويه تايتلز ممكن تسيرش عنها. تعرف زي ما انا بقول لك كده السكيلز اللي موجوده في السي في عنها، تجمع وجهه نظر كويسه عن المجال او الوظيفه اللي انت عايز تشتغل فيها قبل ما تشتغلها، ومن غير ما تسال حد، هو ادينا قاعدين يعني. بيكتب برضو اللغات اللي معاه، والإديوكيشن هو اتخرج منين، وفي المجمل ده السي في. يعني هو ده كل الفكرة من السي في. سي في زي ده سي في لطيف جدا. ما اظنش ان هو الموقع ده جميل جدا يا جماعة والله. لا بجد يعني حتى كاتب لك هنا التكست، بحيث انت لو عايز تنقل حاجة من المهارات دي عندك وتعمل سي في، انت ممكن تعمل سي في في ربع ساعة او اقل كمان. ريزومي كرافت، حلو ده. آم، ده كل الموضوع في السي في عموما. اخر جزئيه عايز اتكلم معاك فيها ممكن تكون جزئيه الانترفيو، او المحاضرات، المقابلات. ممكن نقول الانترفيو ده هو ممكن انت اللي تكون مخليه يوم لطيف ويوم خفيف ويوم مش هتحس ان انت رايح تعمل يعني مهمة انتحارية. ممكن في اوقات تانية تحسس نفسك او توهم نفسك بالحاجة دي، وتروح خايف ومتوتر رغم ان انت عندك مهارات جامدة جدا وخبرة وانت تقدر تعمل اي حاجة. حرفيا تقدر تعمل اي حاجة، بس انت ما أم... بتقلق، بتخاف، ما عندكش الجرأة يمكن، مش عارف توصل اللي عندك. طب كل ده ممكن يكون ليه؟ بص خلينا متفقين ان اول سبب ممكن يكون هو الدافع ان انت تخسر في اي انترفيو رحته لشركه. والانترفيو على فكره هو يعني دي بديهيات يعني اللي انا اقولها دي، ان الانترفيو هو تاني خطوه بعد ان هو يشيك على السي في بتاعك ولينكد ان عندك، يشوف انت مين ويتاكد من ان انت شخص ينفع ان انا ارفع سماعه التليفون واكلمه واخد منه ميعاد واخليه يجي الشركه اعمل له انترفيو واثنين وثلاثه واربعه، ولا الشخص ده هياخد معايا مكالمه في التليفون وممكن ان انا مش هكلمه تاني، ولا الشخص ده هياخد معايا مكالمة وهجيبه الشركة يقعد معايا في انترفيو از ان هو سوفت سكيلز بس، هتكلم معاه كلام عادي كاتش ار، واشوف هو عارف ايه او ايه الدنيا عنده. ولو نفع هيخش المرحلة الثالثة واللي هو التكنيكال انترفيو. وبعدها اذا كان في يعني انترفيو رابع او لا، دي برضو بتتحدد بناء على الشركة أو البروسيس اللي من خلالها الشركة بتعين فيها، أو من خلالها أفراد في الشركة أو موظفين. لحظة أشرب بس بق مية عشان البرد خلى صوتي يروح خالص. خليني أقول لك برضو إن الانترفيو أقدر إن أنا أكتسب ببساطة إزاي. آه، افتراضا او تصورا لقيت شركه سي مثلا عم احمد منزله اعلان احنا عايزين جي اي اس سبيشالست
يكون مثلا قول ان هو عنده مهارة مثلا في مشاريع التخرج، واشتغل كويس في مشاريع التخرج. يكون اتدرب، يكون اتطوع في اماكن، عنده مهارات كويسة هينفعنا في الشغل. وفي شركات فعلا السنة اللي فاتت شغلت بكمية كبيرة، يعني ناس من دفعة حديثة التخرج أو ممكن اتخرجوا مدة سنة، بس هم اجتهدوا واتدربوا واشتغلوا على نفسهم. فشركة عم أحمد أو عم محمد، خليها عم أحمد، طلبت حد يشتغل جي اي اس سبيشالست، وكتبت في الجوب ديسكريبشن على شوية سكيلز، شوية مهارات، وتقدر ان انت تقدم من خلال الايميل. اه انتوا فتحتوا معايا حوار تاني خالص كده. الايميل لازم طريقة معينة يتكتب بيها الايميل. لازم اركز السبجكت او العنوان يكون بنفس اسم التايتل، المسمى الوظيفي. لازم ان يكون كمان، لو حد عنده سؤال يسيبه لي في الشات، عشان احنا بالظبط 10 دقايق والسيشن هتخلص. آم، فانا لازم ان انا اشوف بقى شركة عم احمد دي هي مين. يعني انا بقى خلاص انا قدمت على الميل وكتبت في الميل، بقى ان هو الميل مبعوت للاتش ار. اشوف الايميل اللي بيبقى مكتوب في البوست او الاعلان الوظيفي دوت. وساعات بيكون في شركات بتنزل من خلال موقعها، فانت بتملى فورم تقريبا او بتملى بيانات على موقع خاص بالشركه اللي منزله الاعلان. بيختلف الموضوع ده من شركه لشركه، لكن في الميل بتركز جدا على ان انت تكتب في السبجكت او العنوان بتاع الايميل اسم الوظيفه، ولو الاعلان كاتبين فيه يعني عنوان محدد تكتبه في الايميل، يفضل ان انت تكتبه عشان برضو تساعد الاتش ار وتسهل عليه البروسيس اللي ممكن من خلالها لو عجبه السي في ولقاه مناسب للشركه ومناسب للبوزيشن اللي عندهم، ان هو يتواصل معاك ويكلمك ان انت آه، يعرفك بالشركه ويتعرف عليك ويشوف خبرتك، وان هو لو اكسبت تمام هيكلمك في انترفيو تاني ان شاء الله يعني. طب انا ازاي برضو انا عديت اول مرحله اهو، يعني اول مرحله عملت فيه كويس. كلمني اتش ار من شركه عم احمد، قال لي انت تعرف ايه؟ قلت له انا عندي مهارات واحد اتنين تلاته اربعه. بس قبل ما يكلمك عم احمد لازم تكون عارف حاجه مهمه. لازم اكون عارف شركه عم احمد دي ايه البرودكت اللي عندها. اخش على فيسبوك، اخش على جوجل، اخش على كل حته في الدنيا ادور على الشركه. الحاجه دي اساسي. انا قدمت في شركه عم احمد، ادور على شركه عم احمد دي بتبيع ايه وبتعمل ايه. احاول ادور على فيسبوك او لينكد ان مين اللي شغالين في الشركه دي. احاول اشوف الناس دي، ابص لوشوشهم، اعرف آه الناس دي يعني بجد. هل انفع اكون معاهم؟ هل الناس دي شبهي؟ هل الشركه دي كويسه؟ الحاجات دي انت بتحللها من وجهه نظرك. بتشوف الموضوع ككل، بتشوف الشركه دي من خلال صفحاتها بتقدم ايه وايه الافكار اللي عندها عن المجال بالظبط. من خلال اللي انا بقوله لك ده هتقدر ان انت ما تكونش عندك تردد لأي لحظة أو لأي ثانية في أي حاجة خالص، من خلال استعدادك ومعلوماتك عن الشركة ومعلوماتك عن المسمى الوظيفي اللي انت قدمت له. دي لازم برضو تسيرش عنها، وتسيرش بالذات عن اللي مكتوب في الجوب ديسكريبشن من سكيلز. لازم تكون عندك، حتى لو مش عندك ممكن تريفيو عليها او تراجعها، او تقول على ان انت اتدربت في كذا واشتغلت كفريلانس على كذا واشتغلت في مشروع التخرج على كذا. مش شرط ان انا اكون اشتغلت في شركة عشان اكون ان انا واثق في نفسي قوي في الانترفيو. ممكن ان انا اشتغل في المشروع بتاع الجامعة وانا كنت فعلا اجتهدت وعملت شغل مميز فيه، وانا بتكلم ومن ثقتي في كلامي ومن نفسي في الانترفيو هعدي النقطة دي. هعدي فكرة ان الاكسبيرينس تتحسب كشغل في شركة.
هتتحسب بمعادلة تانية، بمعادلة ان انت بقالك قد ايه في المجال، وبقالك قد ايه فعلا بتقدم في المجال. وكل ده انت مش هتفيك ات يعني انت الكلام ده كله هيبقى موجود على لينكد ان بتاعك، هيبقى موجود في السي في بتاعك، هيبقى موجود في الافكار اللي عندك والباك جراوند اللي انت بتتكلم من خلالها في الانترفيو ده. فمن هنا انا بقول لك الانترفيو لازم تحضر نفسك جدا، لازم تسأل عن الشركة. اسأل عنها مين؟ اسأل عنها جوجل، اسأل عنها لينكد ان. الناس دي اكتر ناس صاحبهم في طريقك وانت عايز تتعلم جي اي اس. الانترفيو التكنيكال والسوفت سكيلز اللي بعدهم. السوفت سكيلز هو عايز يشوف انت فعلا الشخص اللي بيقول عنه ولا لا. السوفت سكيلز انترفيو بيكون عايز يعرف حاجات هتقدر ان انت تعدي بيها ولا لا. ياخد ملامح عنك، عن تجاربك في الشغل. طب مواقف انت مثلا حد ضايقك، حد رخم عليك، حد هزر معاك في حاجة، هيبقى ردة فعلك ايه. وبيجمع عنك شوية ملامح من شخصيتك، بناء عليها هو بياخد انطباع. لو الانطباع ده بنسبة كويسة بيكون كويس، وانت عرفت تأدي فيه، بيكون تمام جدا، انت كده اكسبت معايا وهنقلك لمرحلة تانية، وهي مرحلة التكنيكال انترفيو. والتكنيكال انترفيو في شركات ممكن تمتحنك على حاجة عملي، وبنسبة مليون في المية هتكون انت عارفه، لان انت بقيت خلاص بقى مدقدق. ما انا قلت لك انت مجهز نفسك ودخلت الشركة، عرفت الدنيا فيها ايه، وبقى عندك ناس على لينكد ان من الشركة دي ممكن ان انت تسألهم. لو ليك علاقة بحد بيهم طلعت عارفه من أيام الجامعة أو من أي فترة، كأي حاجة تسأله عنها بسيطة، ممكن هو يفيدك، ممكن يساعدك إذا تكرم يعني. ويفضل إن برضو أعتمد على، وفي برضو أقصد الانترفيو مش عملي، بيبقى نظري أو امتحان عادي جدا، أو ممكن كلام دردشة عن خبرتك والبرامج اللي انت عارفها والمهارات اللي عندك. وعموما كده كده انت بتخش في فتره تقييم، ان يعني خلاص اكسبت في التكنيكال انترفيو، تخش في فتره تقييم لمده 3 شهور 6 شهور على حسب الفتره اللي الشركه محددها لك. ومن خلالها تقدر ان انت تكون خلاص تتثبت في الشركه، ويكون ليك تأميناتك والاجتماعيه والصحيه وكل ورقياتك. ده بالنسبة لآخر حاجة هقولها، وهي الانترفيو. لو حد عنده سؤال يبعت لي